السلام عليكم احلى متابعين في الدنيا واحلى ناس. نبدا بالصلاه على سيدنا محمد واحلى جمهور. نبدا بالصلاه على سيدنا محمد. بصوا هاني وحلاوته يا جماعه، بصوا هاني الشياكه، بص الحلاوه، بص ارجع لورا شويه عشان توريهم. يا روحي يا روحي يا روحي. شفتوا الواد الحلو؟ شفتوا في حد حلو في الدنيا كده؟ مفيش. تعالى بقى نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. انا اسمي انتصار مصطفى، ام بديلة. ده شرف ليا، ويا ريت كل حد يقدر يعمل الخطوة دي يعملها. وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ابني يا جدعان، ماما يا جدعان. فانا النهارده هعمل محشي. قللهم على القناة بتاعتي بقى. يوميات هاني وانتظار. هثبت لكم التعليق، تدخلوا تشتركوا عنده والنبي. فنفسي اوي ان هو قناته يعني تكبر كده بيكم ان شاء الله يعني. وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اختي يا روحي كفاك. وتدوسوا زرار الكل. وتدوسوا زرار الكل. تعالى قول لهم، قول تعالى قول تاني من الاول. ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا زرار الكل. حبيبي يا هاني. بس خلاص بقى، روح بقى شوف الكمبيوتر بتاعك. طبعا ايه يا جماعه، انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا كان هاني من ضمن الحاجات اللي هي كانت عنده، والحمد لله انا مبسوطه جدا ان كان عنده حاجه اسمها نقص الهرمون اللغوي. في فرق ما بين، اصل في عارفه لما انا اجي بتعامل مع حد يقول لك لا ده عنده ما اعرفش فرط حركه، ده عنده توحد، يجيبوا اسماء تخنقك من الشخصيات دي، تبقي نفسك تقول لهم غوروا وابعدوا عني. فانا ابني كان عنده حاجه اسمها نقص الهرمون اللغوي، ودي الحمد لله يعني الحمد لله هو دلوقتي تمام جدا، ومش بعلاج كيماوي ولا اي حاجه، هو كلها بتبقى تخاطبيات. يعني مش تخاطبيات برضه، اصلا لما بقول تخاطبيات دماغ الناس بتروح سكه، لا عقليا ابني تمام 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 تمام، هو بس نقص الهرمون اللغوي. وساعتها لما رحت كان في دكتور هنا، وانا ممكن اقول اسمه والله، حد من العيله قال لي على فكره ابنك ده شكل عنده توحد. توحد ايه ده؟ 3 سنين وما بينطقش وعارفه ناس الصفرة دي. المهم انا قعدت عيط وصعبت عليا نفسي، يا رب انا جبت عيل علشان خاطر ان هو يطلع مظلوم في وبدات احس ان هتبقى فيه معاناه. هو صح الكلام ده؟ فالشخص ده او الشخصيه دي ايا كانت مشيت. كانت تقريبا الساعه 9 بالليل، الساعه 9 بالليل، وقررت برضو ان انا هاخد الواد وهمشي. فقعدت اعيط وشلته كده، كنت شايلاه ومعرفش ليه شلته. قعدت اعيط وانا ماشيه طول الطريق من ساعه ما خرجت من بيتنا لحد ما وصلت الميدان اللي هو بيبقى فيه اكتر يعني دكاتره منتشره وكده. فرحت لقيت يافطه كده الدكتور، حاجه قالت لي ادخلي. فاول ما دخلت طبعا انا كنت عماله اعيط، فالراجل اللي هو قاعد اللي بيعمل افتكر ان في حاله مستعصيه، وبالتالي بيدخلوهم بسرعه عليه، لان ممكن يكون عايز حجز للمستشفى لما يلاقي الام منهاره زي كده، فبتدخل هي الاول. فانا لما لقيني منهاره كده راح مدخلني. فاول ما دخلت ازيك يا دكتور انا، وبحكي له، راح قال لي طب بس اهدي واقعدي. رحت قعدت، راح هاني واقف، راح قال له اطلع على الشезлونج يا بابا. فهو وقف، راح قال له اطلع على السرير الصغير ده. فراح طلع وقعد، قال له اقلع الكوتشي بتاعك، وانا بتكلم. فقلع الكوتشي بتاعه، راح قال له تعرف تقلع شرابك؟ راح قلع شرابه. فقال لي مين بقى اللي قالك ان هو عنده توحد؟ رحت قلت له حد. راح قال لي على فكره كل دي كانت اختبارات. اول حاجه قال له اقفل الباب كمان. قال لي طفل التوحد طفل ما يعرفش اوامر، طفل التوحد ما يعرفش ان انت تديله اوامر هو ينفذها. انا من ساعه ما دخل وانا بديله اوامر، اقفل الباب، اطلع الشезлونج، اقلع الكوتشي، اقلع الشراب، نام، شد الغطا، كل دي اوامر هو فاهمها. قال لي ابنك مبدئيا ما دام ما بيتكلمش هو عنده حاجه اسمها نقص الهرمون اللغوي، وده نتيجه ان انت ما بتخليهوش يخرج، بتبقى عيب الام. قلت له ازاي؟ طب ما هو قال لي لان هو معاكي لوحده، لو معاه عيل تاني هيتكلم معاه، لكن انت كل كلامك معاه، مش ان انت ماشي برضه محتاج ان عيل يتكلم معاه. ما هو انت مش هتقولي له لما يبقى عايز شوكولاته هيقول لك عايز شوكولاته،
لكن معاه عيل تاني يعني هيبدأ يتفاهموا مع بعض. المهم إجماليا كانت المشكلة فيه. قال لي وده الحل الوحيد بتاعه يا أم هاني، إن أنت تسيبي الواد براحته، بمعنى إنك تفتحي الباب حرفيا بنفس اللفظ. قال لي افتحي الباب وزقيه بكعب رجلك بره الباب. قلت له يا دكتور أنا بخاف عليه جدا، أخاف من الحوادث اللي احنا بنسمعها، وخدوا ابن فلانة وابن فلانة والحاجات اللي بنسمعها. قال لي خلاص مادام انت خايفة على ابنك، وده طبيعي شعور اي ام، اقعدي معاه. يعني انت كده كده في الوادي احنا عندنا عادي كراسي، وكل الستات من بعد العشاء كلها بتقعد على الباب. قال لي واقعدي مع عينك عليه، وان هو يلعب مع العيال ويندمج، وتوديه حضانة. انت ليه ما بتوديهوش حضانة؟ انا ما بوديهوش حضانة يا دكتور، وقعدت اشتكي له انا امي في البيت، فبالتالي لما بروح الشغل بسيبه مع امي. قال لي لا غلط غلط. فبرضه من ضمن الحاجات. المهم اجماليا وبعد كده هو بدأت ان هو يعني يسيبه يلعب في الشارع، بالاضافة لان شوية حاجات كده تعليمات قال لي عليها. قال لي في فرق ما بين اللي عنده نقص الهرمون اللغوي ده بيبقى عصبي جدا، مش عنده فرط حركة. ليه؟ لان هو فاهم كويس قوي، بس هو مش قادر يوصل لك المعلومة. انا عايز اشرب ليمون، عصير ليمون، فبالتالي هو عمال يقولك هاتي كده وقلبي، انت مش عارفة هاتي ايه وقلب ايه واعمل ايه. فبالتالي بيضطر ان هو انت ما فهمتهوش، يفضل يكسر في اي حاجة او يخبط. ليه؟ لان هو فاهم عايز ايه، بس هو مش عارف يوصلهولك. قال لي هو ده الفرق ما بين اللي عنده نقص الهرمون اللغوي واللي عنده فرط حركة. اللي عنده فرط حركة ده مش حاجة برضو وحشة. يعني في حد بيبقى عنده فرط حركة، احنا زمان كنا نقول عليه بسم الله الرحمن الرحيم العيل ده عفريت، عيل شقي يعني شيطان كده. دلوقتي غيروا المسميات والدنيا والدين. المهم انا فضفضت معاكم في الكلام لان في حاجات كده بتبقى بتمسني من جوايا، ببقى نفسي ان انتوا تشاركوني وتدعوا لي ان انا اوصل بيه لبر الامان، وان انا احسن تربيته. ان انا يا جماعه عذرا يا جماعه انا بعرق، انا اسفه، بس والله لان مفيش عندي في المروحه في المطبخ مروحه. فانا بحبكم جدا، عيشوا حياتكم واعرفوا كويس قوي ان الدنيا ابتلاءات وفرح وزعل. النهارده زعلانين بكره فرحانين. المهم ان انا هعمل النهارده محشي فلفل. انا خدتكم في الحكايات، انا بحب احكي معاكم دايما شويه. يا رب اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو يحط لايك ويتفرج لي على اعلان واحد، من فضلك من فضلك اتفرجي لي على اعلان واحد ينوبك ثواب فينا حتى على الاقل وتلاقوه في ميزان حسناتكم باذن الله، لان هو ده الدعم الوحيد اللي انا عايزاه منكم. كل اللي يشوف قناتي لاول مره يشترك عندي. انا اسمي انتصار مصطفى، ويومياتي اسمها يوميات ام بديله، وده حاجه جميله ليا. هعمل محشي وبدات احشي فيه الفلفل. بصوا الفلفل وجماله، بصوا هتقولي لي ايه اللي من تحت ده؟ كوسه على فلفل متقطع على حبه رز. بعملهم ارضيه بعملهم ارضيه للبتاع ده، بتبقى جميله يعني ونحشي مع بعض. انا ما بحبش امسك المحشي في الفلفل بالذات وبصباع، يعني كل واحد ليه طريقته على حسب ما اتعود، بس انا بحب دايما احشيه بالمعلقه، بتبقى اجمل واشيك. والرز تحسيه بيبقى منسق جوه كده. بصي تعملي كده تحسي الرز بيبقى ايه، ابن ناس كده مترتب، واحده جنب واحده جنب واحده كده. بصي يبقى ازاي جميل. بصي يا رب تيجي الصوره حلوه. نصور احنا ولازقين. فربنا يرضينا ويرضيكم يا جماعه، يصرف عنا وعنكم يا رب. كل نفسها تبقى ام، يا رب تبقي احلى ام في الدنيا. يا سلام يا سلام عليكي بقى وانت بتدلعي كده وانت حامل وماشيه في الشارع كده، يا رب ان شاء الله. واللي نفسها تبقى عروسه يا رب تبقى احلى عروسه وتلبسي احلى دبله في الدنيا كلها، ويديكي راجل يصونك ويودك ويعمل كل حاجه طيبه عشانك يا رب يا رب. هتقولوا لي الاضاءه انتوا مش اغرب، انتوا من اهلي دلوقتي، انتوا اهلي مش من اهلي. اضحكوا على بوست انا قلته والله، ولما ما اعرفش ان هو ده حقيقي، حد عمل رياكت على الموضوع ده. واحده بتقول لي يا ام هاني انت حذرتيني على الفيس ليه؟ قلت حذرتك على الفيس ده انا حطيتك وسط اهلي،
ف... فقعدت اضحك. فكان في واحده بتقولي على فكره ده، قلت لها والله ما اعرف ان هو افيه على على التيك توك ولا الكلام ده. المهم نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وربنا يبارك لنا في في عيلتنا وناسنا واهالينا يا جماعه، ويصرف عنا وعنكم الامراض. ويا رب كل واحد يا جماعه، معلش يا جماعه والله الحر، اسفه جدا والله، حر فظيع في المطبخ. كل واحد يا جماعه ينوي على اذى بني ادم، سواء كان بقول او فعل او اي حاجه، لان والله العظيم في حد يعني ايه، مثلا تخصص ان هو يأذي الناس في العرض وفي الشرف وفي الحاجات دي. يا ساتر، حد والله ما عايز يتكلم احسن. هتقولي لي ما تتكلمي، انت مش بتفسري ليه؟ بقول لكم ملوش دعوة، تكسير في الكلام. في عندنا العيط في الفايض نقصان من العقل. بس ودايما بقولها لك، اعرفي كويس قوي لما يبقى في حد بيكرهك، في مليون واحد بيكره اللي بيكرهك، لان هو بيبقى اكيد شخصيه معاه. المهم وحده الاضاءه على الشاحن، نرجع تاني. يا لهوي على بتوع برج الميزان، زهايمر بجد. ايه ده؟ بس ايه، زهايمر بمزاجهم، يعني هم يحبوا يتناسوا اللي عايزينه. انا مره شفت ناس يا جماعه، الناس دي يعني انا مش بحبهم نهائي، ماشي. فانا كنت في السوق، تمام، وبجيب حاجات كتيره جدا، معايا حاجات كتيره. فلقيت الناس دي راكبه في العربيه، انا مش عارفه ازاي عيني شافتهم ناس تانية. يعني انا شفتهم ناس جيراننا، ما تعرفيش هو زهايمر، انا نسيتهم، ما تعرفيش، وقعوا من سقطوا من خيالي. فانا رايحه بسلم عليهم على اساس ان دول جيراننا، علشان اقول لهم خدوا الحاجات اللي معايا ودوها عند امي، عبال ما انا هيكون على العيد وهجيب لبس العيد، عبال ما انا اخلص لبس العيد. فدخلت السلام عليكم، عاملين ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، انا بعد ما بدات السلام انا بسلم على مين؟ يا نهاري، يقولوا ايه دلوقتي؟ طبعا هم عارفين كويس قوي ان مفيش عمار. فكملت سلام عادي وكأن مفيش حاجة، وان انا فعلا راح اسلم عليهم فعلا، مش ان انا شبهت بيكم ببيت فلان يعني. وبعد ما مشيت قعدت اسال يا ربي ليه خلتني ان انا، يا ربي هو انا نسيتهم بجد؟ اللي خلتني ان انا اقول ان دول بيت فلان، يعني يمكن لان نفس الملامح نفس العربية. ف فقعدت كده مع نفسي، قلت الله، ما ممكن يكون ينصر هو ربنا اراد حاجة انت ما تعرفيهاش؟ ليه ربنا اراد بالسلام، يعني ان انت تسلمي على الناس دي؟ بحكي معاكم انا في كل حاجة. الانتصار دي اطهر بني ادم، مش شكرانية في نفسي بس حقيقي والله يا جماعة. انا من النوعية اللي انا من تبقى في قاعدة مثلا عندنا هنا في مثلا، خلينا نقول عندنا هنا في العيلة، وحد معين يتكلم عن قتلوا فلان وعملوا فلان وذبحوا فلان، ما احبش الحكايات دي، ما احبهاش القعده دي نهائي خالص. ولا فلان مش مثلا، يعني دي مش عندنا مثلا، ولا فلان مسكوه مع فلان، ولا فلان اتجن وجري في الشارع. بصوا الحاجات اللي ترهق المعنويات دي والنفسيات ما بحبش اسمعها. لكن كلميني عن الاسعار اللي غليت، يا لهوي، كلميني عن الترخيصات اللي احنا مستنيينها انها تفتح، يا لهوتيني. يعني الحاجات اللي هي بتاعتنا احنا بنتكلم عنها، عن بيتنا، عن حياتنا. سياسية لا، برضو ملناش في السياسة، احنا مغسلين وضامنين جنة. طبعا انا عمالة اتكلم وبحشي، شايفيني الاول انا بحشي ازاي ولا مش شايفين؟ مش مشكلة، انا بحبكم قوي قوي قوي، وبحب احكي معاكم، وانتوا حياتي ودنيتي، ربنا يخليكم ليا يا رب. شكرا جمانة، على فكرة شكرا جمانة، شكرا ناهد، استاذة ناهد، شكرا فراس. الناس ديت بجد دعمتني على ميزة شكرا، وانا قلتها قبل كده، ايا كانت القيمة، هي ولو 10 جنيه، قسما بجلال الله انا بالنسبة لي ان انت تفتكريني، وان انت تشغلي بالك بيا وتفتحي محفظتك،
زي ما بيقولوا كده عشان خاطر انتصار. فانتي انسانة جميلة، شكرا 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 بجد. في واحدة تانية برضو بس انا هي مش عارفة الاسم بتاعها، عاملاه نظام ارقام كده فمش عارفة الاسم. ودي كانت اول واحدة يعني. شكرا ليكم وربنا يبارك في ولادكم، ولو لسه ربنا ما رضش ليكم بخلفة او بجواز او اي حاجة، ربنا يرضيكم. كل حاجة جميلة ان شاء الله يا جماعة بإذن الله. نسمي الله دايما كده في حياتنا، وهي الدنيا هتبقى حلوة وزي الفل، فل الفل. يا رب تبقوا معايا وتسمعوني، يا رب تكونوا بتسمعوني. على فكرة عايزة اقول لكم ان من هنا ورايح يعني احتمالية ان الاسدال ده هيبقى الراعي الرسمي بتاعي. ليه؟ لان هو عشان خاطر حد قال لي حرام ان معصم الايد يبان، معصم الايد ده يبان، فعشان هو باستك ومقفول وواسع، فعشان بس محدش يفتكرها انها فيديوهات مكررة وظهر لكم، لا هي لحد ما يعني الاسدال هيبقى الراعي الرسمي بتاعي. زي ما احنا كده بنصلي لازم نلبس الاسدال، فنفس الوضع احتراما لله في كل حاجة. يعني زي ما احنا عشان انا نفسي ان ربنا يكرمني صح بجد من القناة دي بما يرضي. لحد هيقول لي الاعلانات ومش الاعلانات وممكن يكون فيها رأس، والله انا فعور فيه ان اعلان نازل على قناتي. انت اللي هتشيل الذنب مش انا، ان انت اللي بتتفرج. ايوه اتفرجوا لي على الاعلانات. بس عادة مش هتبقى فيه اعلانات عندي بتاعت رأس، انا اعلاناتي كده يعني. عايزه اقول لكم يعني لو جاء اعلان في واحده بترقص ولا حاجه زي ما بيقولوا، لا لو كده مثلا مش هيجي لي رزق من ده. خطيه يا ستي، مش خطيه، خطيه، عارفه انت خطيه. ربنا يرضيكم. بصوا اسرع ازاي، ولا وسخت ايديا ولا قعدت اعمل في الفلفل كده طاقات سلبيه خالص. بصوا كمان نضيف ازاي. بصي البتاعه تحسي انها منسقه، شايفه منسقه ازاي والله العظيم. هتقولوا لي الفيديو طول وانت قلتي الفيديو 4 دقايق، استحملوني. شوفوا جماله، بصوا الحلاوه، بصوا كمان، بصوا الطعام، بصوا استنوا، بصوا لايك. كنت مطلعه كيس سبحان الله يعني، كيس كرنب صغنن خالص، قلت لو بص الخلطه مش زي حاجه يعني. الفلفل على قد المحشي بالظبط بالترنتيكه. انتوا احسن ناس. بصوا والله اخر فلفلايه واخر شويه رز. عين الحر. ايه يا جماعه استنوا ما نمسح العرق بقى لان خلاص كده بجد ايه هديكوا ظهري. طبعا هتقولوا لي مش عارفه ايه، لا عادي كلنا في المطبخ بنعمل كده يا جماعه. ما هو خلاص كده كده الاسدال هيتحط في الغساله بعد ما نخلص، لان احنا العشاء اتدنت صليت والحمد لله، وابني خد الحمام بتاعه. كلنا يعني انا وامي وابني كلنا الحمد لله خلاص. فهيتحط هدومنا بقى في الغساله الدوره بتاعت كل يوم. الفلفل يا جماعه اتفضلوا معانا، والله اتفضلوا. يا سلام هات الصوره كده وقت. بشكركم جدا 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 يا احلى ناس واحلى جيش. انتوا بعد الروعه بشويه ادعموني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس
وتفعيل زر الجرس على رأي هاني ابني، وساعدوني في ان انا قناتي تكبر. انا نفسي اوي ان انا قناتي تكبر، نفسي ان فكرتي توصل لملايين، ان يشوفوا انتصار ايا كان ظروفها، فهو مش عيب بابنها. انتوا عارفين من ضمن الحاجات اللي كانت اغراني قوي لما ما كانش ابني لسه اتعلم الكلام، وكان كل واحد يقعد يقول لك المهم مش عايز، الواحد مش عايز يفتكر. كنت عمالة اقول يا ربي لا، في حكمة انت اديتهاني، لا يمكن يكون انا ابني عنده الحاجات اللي هم بيقولوها ده والتخويفات دي كلها. بس الحمد لله انا في حاجات ببقى عايزة احكيها، بس بحس ان انا لما باجي احكيها روحي، قسما بالله العظيم يا جماعة بحس ان روحي هي اللي هتطلع وانا بحكيها، فببطل احكيها. انا متشكرة ليكم. بصوا انتوا بعد الروعة بروعة، كلكم بجد بجد يعني ناس عظيمة عظيمة بجد يعني. فشكرا ليكم، شكرا لتعليقاتكم، شكرا لدعمكم، انتوا اروع بني ادمين في الدنيا. ما ننساش نصلي على النبي، ودايما خليكم الآية الكريمة تكون كده قدامكم، ضحكت فبشرناها. يا ربنا يرضيكم يا رب. الحلوة دي يا رب تيجي صورة ضحكت فبشرناها، بس يرضيكم ربنا ويرضينا. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. على فكرة في فراخ برضو بعملها، وهاني بانيه بعمل له بانيه برضو. سلام عليكم.